السلام عليكم. رغم ان من الصعب جدا تشخيص نوع الديدان اللي موجود في الحيوانات بدون مجهر، يعني لازم تستخدم مجهر عشان تعرف الحيوان عندك مصاب بأي نوع من الديدان، لكن الديدان الشريطية من السهل جدا تشخيص إذا كانت الحيوانات عندنا مصابة بهذه الديدان الشريطية أو لا. طبعا ده بيساعدنا لو ما احنا نعرف الحيوان بتاعنا مصاب بالديدان الشريطية ولا، بيساعدنا على ان احنا نقاومه ونقضي عليه، خاصة ان الديدان الشريطية غالبا ما بتشتركش مع انواع الديدان الاخرى في مقاومة الطفيلات. يعني الناس اوقات معينة لما بتدي ايفوماك مثلا هو الاكثر استخداما والاكثر شعبية ما بيقضيش على الدودة الشريطية الموجودة في الاغنام، وبالتالي لازم التشخيص الصح ولازم تدي نوع العلاج الصح اللي هيساعد على القضاء على الدودة الشريطية. طبعا كتير من مربي الأغنام شاهدوا في فضلات حيواناتهم الشكل الظاهر أمام حضراتكم، بيكون الشكل أقرب ما يكون لحبوب الأرز المسلوقة، وهذه الحبوب ديت هي عبارة عن حلقات الدودة الشريطية اللي بتحتوي على البيض المخصب، يعني تم إطلاقه في السماد من الدودة سابته أو طلقته من جسمها لأنها بتحتوي على آلاف الحلقات زي كده، وبتطلق بعض الحلقات اللي بيكتمل نضجها وبتكون مليئة بالبيوض وبتنتج حلقات أخرى وفي دورة مستمرة. طبعا في نوع من السوس بيتغذى على البيض المخصب ده، والسوس ده فيما بعد بيروح على طعام الأغنام، والأغنام بتلتهمه مع الأعلاف والأدبان أو مع الأعشاب الموجودة في المراعي لتصاب هذه الأغنام بالدودة الشريطية مرة أخرى. طبعا الدودة الشريطية ديت بتعيش في الأمعاء الدقيقة للأغنام، وطولها بيصل إلى أمتار عديدة، قد تصل ل6 أمتار، وبتتعلق بالجزء العلوي منها في جدار الأمعاء، وبتبدأ في امتصاص الغذاء مش بالرأس بتاعتها، الجسد بتاعها كله والحلقات الموجودة في جسدها بتبدأ في امتصاص الغذاء المهضوم. في بعض الأحيان ممكن تجد أجزاء طويلة من الدودة الشريطية، ده بيكون أطلقت عدة أجزاء في وقت واحد، أو إن الدودة الشريطية ماتت داخل الأمعاء ونزلت على شكل قطع، ممكن تموت بدون سبب نظرا لعمرها الافتراضي إن هي عاشت فترة طويلة داخل هذا الحيوان. عادة ما يتم تشخيص الدودة الشريطية من خلال رؤية الحلقات اللي احنا بنقول عليها تشبه حبات الرز في البراد، وهنا يجب استخدام العلاج المناسب لمكافحة الدودة الشريطية. ليه؟ لأن أغلب الناس بمجرد رؤية هذا الشكل بيقول لك الأغنام عندي فيها ديدان، وبيبدأ يدي مثلا أيفوماك. الأيفوماك ما بيأثرش على الدودة الشريطية، وبتفضل الدودة الشريطية موجودة. المفروض ان في انواع اخرى مميزة ممكن الايفوماك يأثر لو في صورة شراب واديته بجرعة عالية بحيث انه يسبب اسهال للحيوان، وبالتالي البيئة اللي عايشة فيها الدودة تكون غير مناسبة، ولكن الحيوان هنا ممكن يقطع منها اكاكل لعدة ايام بعدها. افضل مضاد طفيليات لمكافحة الدودة الشريطية هو البرازيكوانتيل. البرازيكوانتيل ممكن تلاقيه في بلدك في صورة عبوات بيطرية، وممكن ما تلاقيش منه. لو انت في بلدك ما فيش منه عبوات بيطرية بتستخدم البرازيكوانتيل البشري، وده موجود في أقراص، هتكون تقريبا 4 أقراص، بتدي كل قرصين مع بعض على يومين متتاليين، يعني النهاردة تدي قرصين وتاني يوم تدي قرصين، بتبلعهم للحيوان وبتدي بعدهم شوية مية. ده أفضل علاج للدودة الشريطية. ولكن لو انت عندك قطيع كبير والأقراص هتكون متعبة بالنسبة لك أو هتكون مكلفة، هنا ممكن تستخدم الالبندازول أو الفيبندازول مع الأغنام والماعز. ده اللي عايز اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.